عايشين حياتهم في الخارج ومعاهم ثروة قادرة تحل مشاكل إيران الاقتصادية كلها، وقدروا يعملوا دولة ليهم لوحدهم جوه إيران فيها شبكة استثمارات معقدة وفلوس بالمليارات. حكاية أبناء الأغازادة أصحاب الثروة المهربة في دول الخليج، إزاي عايشين حياتهم وسط أزمات إيران وجابوا ثروتهم دي كلها منين؟ سمعت قبل كده عن الأغازادة في إيران. دول ببساطة الفئة اللي ناس كتير بتوصفها إنها من أغنى أغنياء الشعب الإيراني، أبناء وأقارب دوائر السلطة والنفوذ، واللي عايشين حياة مختلفة تماما عن أي مواطن عادي جوه إيران. الفكرة إن مع الوقت اتكونت حواليهم ثروات ضخمة جدا، مليارات بتتحرك في استثمارات وشركات وعقارات بره البلد في أوروبا وآسيا وأماكن تانية كتير، وده بيحصل بعيد عن أي رقابة مباشرة. الموضوع مش مجرد ناس تقيلة في البلد أولاد مسؤولين وخلاص، ولكن في روايات وتقارير بتقول إنهم بقوا جزء من شبكة اقتصادية كبيرة بتشتغل كواجهة لإدارة أموال مرتبطة بدوائر قريبة من النظام، وده اللي خلى اسمهم دايما بيجي في أي نقاش عن الفلوس الإيرانية في الخارج. ولكن اللي بيلفت النظر أكتر إن في وقت إيران بتعاني اقتصاديا وعقوبات وضغوطات كبيرة جدا، بتلاقي شريحة تانية عايشة في مستوى مختلف تماما، مشغولة بالاستثمارات وتوسيع الثروة وكأنها مش مرتبطة بالأزمة اللي جوه إيران. وده بيطرح سؤال مهم جدا، هي إزاي الفئة دي قريبة من مراكز القرار؟ وليه قدرت تتحرك بالثقل ده في الاقتصاد الخارجي من غير ما تبقى تحت نفس القيود اللي على باقي الدولة؟ الإجابة ببساطة إنه حسب تقارير دولية بترجع لفكرة إن في شبكة مالية ضخمة بتدار بره إيران. واجهة الشبكة دي هم أبناء النخبة الأغزادة، اللي بيتقال إنهم مش بس عايشين بره، ولكن كمان بيديروا مليارات الدولارات في حسابات واستثمارات خارجية. حسب تقارير أكدت إن حجم الأموال اللي ليها علاقة بالأغزادة ممكن يوصل ل 148 مليار دولار بره إيران، وإن حوالي 5000 شخص منهم عايشين خارج البلاد، وكل واحد فيهم بيشتغل وكأنه جزء من منظومة مالية كبيرة جدا. طيب هي الفلوس دي بتيجي منين؟ التقارير الأمريكية بتقول إن في ارتباط واضح بين بعض العائلات النافذة وبين قطاعات زي النفط والبتروكيماويات والموانئ، يعني يعتبر مصادر دخل ضخمة جدا بيتم تحويل جزء منها بره عبر شبكات معقدة جدا. العقوبات الأمريكية الأخيرة كشفت تفاصيل أكتر عنهم، زي إن في كيانات وشركات شحن مرتبطة بعائلة شمخاني، واللي منها أبو الفضل شمخاني ابن واحد من أهم المسؤولين في إيران، وهو علي شمخاني أمين مجلس الدفاع الإيراني. والمهم إن العيلة دي متهمة إنها جزء من منظومة نقل النفط الإيراني، واللي فيه قضايا اتفتحت لمصادرة ملايين الدولارات باعتبارها أموال تم غسلها عبر شبكات دولية. الموضوع ما بيوقفش عند شخص أو عيلة بس، ولكن دي شبكة ممتدة فيها شركات بتدير مكاتب صرافة واستثمارات في أماكن مختلفة من العالم، من آسيا لأوروبا، وخصوصا في مناطق زي هونج كونج، واللي بتستخدم لتحويل الأموال بشكل معقد بيصعب تتبعها. وفي وسط الصورة دي بيظهر مفهوم أخطر شوية، إن الشبكة دي بقت زي دولة موازية بره إيران بتتحرك فيها الأموال والاستثمارات بعيدة عن أي رقابة مباشرة، وبتدار من خلال أبناء النخبة واللي عندهم علاقات قوية جدا جوه النظام. الخبراء شايفين إن اللي بيحصل ده مش عشوائي، ولكن استراتيجية واضحة إن بيتم استخدام أبناء النخبة كواجهة مالية بحيث تتحرك الفلوس بره بسهولة، خصوصا مع وجود عقوبات دولية بتقيد حركة الأموال بشكل رسمي. ومن زاوية تانية باحثين شايفين إن الظاهرة دي بتكشف تناقض واضح بين الخطاب الرسمي اللي بيتكلم عن البساطة والمقاومة، وبين واقع في طبقة بتدير مليارات بره البلد وبتتحرك بحرية في أسواق عالمية. فيا ترى أنهي رواية في دول هي الأصدق؟